الواحد بعد كام يوم ما كان قاعد يتفرج على ماتش ريال والسيتي في السانتياغو في دوري الأبطال. مرة واحدة كده تيجي تقعد تتفرج على دوري الأبطال أفريقيا. بس كتر خير الدنيا الصراحة يا جماعة، يعني ماتش هو الواحد كده قاعد مفيش جمهور ومفيش حاجة، وتحس فرقة في ملل رهيب. بس مش مشكلة، أهم حاجة النادي الأهلي فاز على الترجي التونسي بثلاثية مع الرأفة في المباراة التي جمع بيض على ملعب رادس، والأهلي يضع قدما في النهائي دوري أبطال أفريقيا، وينتظر المتأهل رسميا بين الوداد وصن داونز. إن شاء الله احنا عايزين الوداد، يعني صن داونز كفاياهم، يعني لعبناهم كتير وفزنا عليهم كتير ومش عايزينهم تاني، يعني كفاياهم يعني كده. صن داونز يا حبيبي مش عايزينكم تاني. بس نشوف مع بعض تفاصيل المباراة. اللي وصلك الفيديو عملنا لايك واشتراك ودعمونا في القناة، ونبدأ مع بعض نشوف تفاصيل المباراة المهمة. اقعد يا عم العرب هنا. اقعد يا عم، ده ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. أول حاجة المباراة كان فيها حاجتين خلوا المباراة الصراحة مملة. يعني أول حاجة الجمهور، يعني الكاف عمل واجب رهيب مع النادي الأهلي إنه المباراة كانت بدون جمهور. المباراة ما كان فيش حس، يعني الجمهور يا جماعة بيعمل بالذات في الماتشات المهمة دي، بيعمل جو في المباراة ما حاجة كده، تحس حاجة مختلفة. وحاجة تانية برضو المطرة برضو كانت عاملة الواجب في الشوط الأول. تلاقي اللعيب ده يقع يتزحلق مش عارف ايه، والكرة مش ماشية، تحس ان الكرة بتمشي بالعافية في رجلين اللعيبة لغاية ما جه الهدف الأول من بيرسي تاو. تحس هو واقف كده تنح، ايه ده؟ هي جون؟ ما تعرفش، ما احتفلش زي ما الناس بتحتفل ولا بتاع. ايه ده؟ ما هو في حاجة عليك يا بيرسي تاو يعني، ولا ايه؟ ما خايف تحتفل ولا خايف يضربوك هناك ولا يعمل ايه؟ بس الصراحة يعني بيرس تاو كان عامل شغل جامد في المباراة وبيلعب يعني. وكولر برضه الخطة بتاعته عرف يقفل، يعني يلعب على المرتدات، المساحات، عارف نقطة ضعف، مذاكر كويس فريق الترجي الصراحة. يعني كولر بقي ناضج من ساعة الخمسة بتاع سان داونز، بقي ما بيفتحش، عرف نظام القارة دي إيه، يعني بالذات بتوع شمال أفريقيا يعني. قفل العب مرتدات وافتح اللعب في اوقات معينه وتعرف يجيب جون. وتوليف برضه نص الملعب، هي حمدي فتحي مع مروان عطيه مع ديانج، برضه بيعرف يقفل بيها كويس مع ياسر ابراهيم عبد المنعم. لا لكن هو المباراة في المجمل يعتبر حصة تدريبية. الأهلي كان بيتدرب، يعني مش ما تعتبرهاش، ما شفناش خطوط. وكرة برضو محمود كهربا اللي ضيعها الشوط الأول، يعني الكرة دي لو في مباراة تانية أو مباراة فاصلة أو الماتش كان غير النتيجة يعني. الجماهير كانت تشال فيها يعني. بيرستو عطيها لك بلسم يعني، انت والجون كله، يعني سبت خيارات التسديد كلها الناجحة وفكرت في اختيار ايه كهربا. وفي برضو كذا كرة تاني ضاعوا الشوط الأول. بس المباراة بالمجمل كان الشوط الأول كان حلو بالنسبة للأهلي. وبرضه كان في ساعات كتير أغلب بيبقى استحواذ للترجي، بس بدون فايدة. يعني الأهلي مقفل كويس ورا بلوكات وكان أغلب في ساعات كتير تلاقي 4-1 بيلعب كولر. وفي المرتدات بس خطير. وهم في ناس يعني كتير حبايبنا زملكاوية كانوا بيحضروا، ضمنهم ناس كانت بتحضر المباراة. ولكن انتوا كده الحارس الاساسي ما لعبش ده. اما الحارس الاساسي بتاعهم هو ده امر من ده، يعني الحارسين حالهم شديد، يعني كتر خير الدنيا مع جماهير الترجي اصلا، كتر خيرهم مع مستحملين اللعيبه دي. وفين لعيبته اصلا تحسهم منهارين بدنيا، ما فيش اصلا لعب. واللي يوقع واللي يشوت وما فيش مش واللي باصي في ال 18 وما فيش حد يسجل. هي الكوره ممكن او كورتين يعني. الشوط الاول هي كوره برضو اللي جت على محمد الشناوي شالها، يعني ما فيش خطوره اللي هي الخطوره. بس المباراه دي كانت هتفرق لو كان في جمهور، كانت هتبقى صعبه شويه، لكن كده ما فيش. وبقيت المباراة الجاية تحصيل حاصل، يعني من رأيي يوفروا تمن تذاكر ما يجوش. يعني كده الأهلي متأهل، هيعملوا ايه هنا وسط الجماهير كمان؟ الأهلي هيبقى الملعب إن شاء الله مليان. هيعملوا ايه بتوع الترجي؟ يعني مفيش مشاكل مع الأهلي. والشوط التاني برضو
لا بس بيرسي تاو في الجون التاني احتفل الواد. هم سايبين مفيش ضغط، تحسه اللاعب ماشي خايف يضغط عليه، اللاعب الترجي ما تعرفش في ايه يعني، خايفين يضغطوا عليه، شاتها بلسة الجون. بس احتفل يا عم، قالوا له احتفل يا عم كفاياك نكد يا عم، في ايه حد غير وراك. احتفل في الجون التاني بيرستاو، تحس هو ما مصدقش ان هو جاب جونين. والجون التالت برضو بتاع محمد كهربا من اسيست الشحات برضو كان في المباراة، اغلب المباراة ما كانش فورمة واغلبية وقت يقف مصيدة التسلل. الحكم كل شوية يستنى هي يرفع، هي صايد، هرفع الراية واسفر وما اسفرش، ايه يا عم ده ما تعرفش. وتحسه وصله كده ايه يا حكم. بس الحمد لله على الاهلي والفوز. ونشوف نستنى مباراة الوداد والصن داونز هي اللي هتبين ان شاء الله. الوداد يعني الوداد برضو سوا ده لينا طار مع ده ولينا طار مع ده، يعني اللي يجي احنا جاهزين برضو في النهاية، ما تقلقوش. والزملكاويه كله ما انا عارف مستنيين يلعبوا صن داونز برضو، حتى لو لعبنا صن داونز نهزموه، انتوا ما تقلقوش يعني. حتى لو كان النهائي بذهاب عودة برضو احنا هنفوز. البطولة السنة دي الأهلي، والأهلي بيجي حاليا في المجموعات حاجة والأدوار الإقصائية حاجة تانية خالص يعني. اللي يشوف الأهلي في دور المجموعات نقول الأهلي مش هيوصل لنص النهائي ولا النهائي. بس الماتش في المجمل كان كويس، وبرضه في حاجة كده اللعيبة كان في ايدنا يعني. كولر انت واللعيبة فوز 5-6 كانت مباراة مفتوحة، تجيب معاه في ايه يا جدعان ما تجيبوا يعني. انتوا 3 وقفتوا، تحس ان 3 مش حلوة برضه، ما مش هي تحس اللعيبة مش هي يعني، كان ممكن نجيب أكتر. بس يعني الحمد لله، وألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية كلها وإن شاء الله المباراة العودة دي هتبقى برضو الأهلي يفوز بيها بنتيجة حلوة ويزود الغلة التهديفية. نستنى النهائي إن شاء الله ونشوف هنلاعب مين، ونشوفكم مباريات أخرى.